شركة امتو باك للصناعة، معاكم أحمد شوقي من فرع المعادي. بنقدم لكم ماكينة لحام أكياس بالقدم موديل 308. نقوم بتجربة عملية. بنحط الكيس على الفك كده وننزل بس بالدواسة. تخلص الزمن بتاعها بنشيل الكيس نشوف اللحام. تدي معانا لحام عريض، بيبقى عرض اللحام 8 مللي. دلوقتي احنا بنجربها على كيس فول، كيس من خامة البلاستيك. الماكينة بتشتغل بالكهرباء العادية، الكهرباء 220. تقدر تلحم بيها اكياس رز وسكر وبقوليات وتوابل، حتى لو عندك شكاير كبيرة، شكاير 25 و50 كيلو. المكنة طول السخان بتاعها 65 سم، تقدر تجيب لك أعرض شكارة. نشوف الماكينة من قريب. قدامنا هنا العداد التايمر بتاعنا، احنا ظابطينه دلوقتي على 4 ثواني. دوت لما بندوس على الدواسة كده بنلاقي اللمبة بتاعت الهيت دي قادت، وبعد ما بتطفي بنشيل رجلنا من على الدواسة. طبعا السخان بيشتغل في خلال ما اللمبة دي قايدة، بس اللي هو التايم اللي احنا بنحدده. الحامل ده بنقدر نعليه ونوطيه حسب ارتفاع الكيس، ارتفاع الشكارة. تقدر تعمل عليها اكبر شكارة موجودة. مكنة طول السخان بتاعها 65 سم، تقدر تعمل عليها اكياس تكون متعبية جميع انواع البقوليات او التوابل او حتى السوائل، بالاخص اكياس المخلل او اي سوائل تانية غير المخلل. ماكينة مزودة بترانس عالي الجودة، ترانس نحاس احمر، وبتشتغل بالكهرباء 220. ماكينة موديل 308 امتو باك من شركة امتو باك للصناعة. كان معكم أحمد شوقي من فرع المعادي.